ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ الفترة اللي فاتت شفنا تضارب جامد جدا في التصريحات وقلق الناس الفترة اللي فاتت، وسمعنا ان الدولار هيوصل 80 جنيه. طب ايه صحة الموضوع ده؟ مبدئيا كده لازم لما نبص للصورة نبص للصورة بشكل شامل. الموضوع ده بدأ من تصريح رئيس مجلس الوزراء ان المنطقة داخلة في اقتصاد حرب، مع ان هو عدل التصريح او صححه وقال قصده ايه بالظبط من التصريح ده. وبس الناس ما اهتمتش بالتصحيح اللي هو قاله ومسكوا في الكلمة اللي هو قالها. في بعض الناس استغلت الموضوع ده بان هي بدأت تروج لإشاعات ان احنا داخلين فعلا اقتصاد حرب، معنى كده ان الاسعار كلها هتغلى الفترة اللي جاية والدولار هيوصل لارقام جامدة جدا. طب ايه صحة الكلام ده؟ دايما في قاعدة لازم تشوفها ولازم تبقى عارفها، ان الاسواق بتسبق الاخبار. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا لما نبص لاسواق الذهب الفترة اللي فاتت هنلاقي ان سعر الذهب، هنشوف ان سعر الذهب مثلا محسوب بالدولار 48 جنيه و90 قرش، وسعر الدولار الرسمي 48 جنيه 74 قرش. يعني في تقريبا تحوط في سعر الذهب تقريبا 16 قرش، وده تحوط طبيعي يعني. وكمان حركة الشراء على الدهب المصريين نزلت جامد جدا الفترة اللي فاتت مع غلو سعر الذهب، نظر طبعا لاقتراب الانتخابات الأمريكية يوم 5/11 الجاي. فالأسعار العالمية دايما بتبقى فيها ارتفاع في أسعار الذهب قبل أي حدث سياسي بيحصل، عشان كده أسعار الذهب العالمية رفعت ورفعت معاها كمان السعر المحلي. بس الناس مش فاهمة كده، الناس فاكرة ان سعر الذهب رفع في مصر عشان خاطر احنا داخلين على تعويم جاي وان الدولار هيوصل 80 جنيه. لا، الذهب رفع في مصر عشان احنا مرتبطين بالسعر العالمي. الذهب يعتبر سلعة عالمية، فمعنى ان هو رفع عالميا لازم بالتدريج يرفع معانا في مصر كمان. بعد الانتخابات الامريكية متوقع ان يحصل تصحيح في اسعار الذهب. وكمان لو بصينا على حركة البورصة المصرية والاسهم، وخصوصا الاسهم الدولارية او الاسهم اللي بتصدر في الدولار، ما شهدتش ارتفاعات جامده جدا الفتره اللي فاتت. معنى كده ان الحيتان او الناس اللي ماسكه السوق، سواء تجار الذهب او سواء الناس اصحاب الرؤوس المالي الجامده جدا في البورصه، مفيش تعويم جاي، عشان كده بيشتروا بالاسهم دي بشكل عالي فبيرفعوا اسعارها، او بيشتروا ذهب بشكل عالي اعلى من سعر الذهب. احنا فاكرين لما حصل التعويم اللي فات والدولار كان في البنك ب 24 جنيه و26 جنيه و30 جنيه، سعر الدولار الذهب كان محسوب ب 70 جنيه. وده طبعا كان رقم جامد جدا. فمعنى ان الدولار دلوقتي بتاع الذهب محسوب تقريبا بسعر الدولار البنك، معنى كده ان مفيش سوق سودا. تعرف منين ان في سوق سودا ولا لا؟ تابع الذهب. لو لقيت سعر الدولار المحسوب في الذهب فارق جامد جدا عن الدولار المحسوب في البنك، تعرف ان في سوق سودا رجعت تاني. بس لغايه دلوقتي لا، كده مفيش سوق سودا موجود، واي حد يقول لك غير كده غلطان. في مؤشر كمان لاحظناه، ان وكاله فيتش رفعت التصنيف الائتماني لمصر خلته بيه مع نظره ايجابيه في المستقبل. وقالت في التصريح ده، وقالت وكالة فيتش إن الترقية دي أو رفع تأمين مصر من بي سالب لبي مع نظرة مستقبلية، ده مدعوم بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، وطبعا مع صفقة رأس الحكمة اللي عززت احتياطات مصر الأجنبية بشكل كبير. وإن احتياطات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 عشان توصل 44.5 مليار دولار. وإن صافي الأصول الأجنبية في مصر قرب يوصل لحالة التوازن وبلغ 17.6 مليار دولار في يناير، وده بسبب ان في 24 مليار دولار من العملات الاجنبيه الجديده من صفقه راس الحكمه، وزياده تقدر ب 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحليه منذ فبراير. وتم تحويل 11 مليار دولار المتبقيه من استثمارات راس الحكمه الى ودائع. وبيقول ان في طبعا القرض بتاع صندوق النقد بقيمه 8 مليار، وفي دعم من الاتحاد الاوروبي ب 7.4 مليار. وبيقول هنا حاجة مهمة جدا، إن من المتوقع إن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026. وعلاوة على كده كمان قالت فيتش إن التضخم انخفض من ذروته من 35.7 في فبراير اللي فات إلى 26.4 في سبتمبر، ومن المتوقع إن ينخفض أكتر الفترة اللي جاية. التضخم يا جماعة إن مش الأسعار هترخص، إن الأسعار هتغلى بس بوتيرة أقل. بيقول التقرير ان الفترة اللي جاية ان التضخم هيوصل في 2026 ل 12.6%، وبعد كده هينزل تحت ال 10%. طب ده كله ودي وكالات أجنبية عالمية. طبعا احنا في ناس كتير يقول لك ايه أهمية الوكالات دي؟ المستثمرين الأجانب ما يعرفوش القوى المالية للدول اللي هي عايزة تستثمر فيهم. انت عندك كذا دولة في المنطقة، كل دولة بيبقى ليها تصنيف ائتماني معين،
رفع التصنيف الائتماني ده بيخلي مصر تقلل في الفايده اللي هي بتحطها على الاستثمارات الدولاريه اللي جايه من بره، وفي نفس الوقت بيجذب مستثمرين اكتر عشان بيعرفوا ان البلد دي مستقره والاقتصاد بتاعها مستقر، فهتقدر تسدد الديون اللي عليها الفتره اللي جايه. فدي حاجه ايجابيه طبعا، مش حاجه سلبيه، خصوصا ان احنا مش عايشين لوحدينا وعايشين كجزء من الاقتصاد العالمي. طب نرجع للسؤال الاولاني، يا ترى هتوصل الدولار 80 جنيه الفتره اللي جايه؟ اعتقد لا، الفتره اللي جايه مش هيوصل الدولار 80 جنيه. اعتقد الفتره اللي جايه هيوصل الدولار، هيفضل متذبذب كده بين 48 47 لغايه 52 53، هيفضل في الفتره دي رايح جاي. انما ان يوصل ان يكسر المرحله دي لا، خصوصا كمان ان في سلع استراتيجيه كتير فيها عليها عروض بسبب بلاك فرايداي ونزل من سعرها جامد. يعني انا مش شايف ان في ازمه في السوق او ان الاسعار ضربت مره واحده او في ليست برايس بتوصل الاسعار مره واحده. يعني الاوفر برايس على العربيات تقريبا اتشال، في تخفيضات على الاسعار الرسميه على العربيات، في عروض دلوقتي شغاله على الاجهزه الكهربائيه. اسعار المنتجات، رغم زياده اسعار السولار في منتجات زادت بس مش بنفس النسبه، وفي منتجات كتير اسعارها ثبتت. فدي كلها مؤشرات ان الدولار الفتره اللي جايه صعب جدا يوصل لمرحله ال 80 جنيه دي. وبرضه زي ما بقول لك، عينك دايما على سعر الذهب، قارن سعر الذهب المحلي بسعر الدولار المحسوب في الذهب قد ايه، وشوف في فرق بينه وبين الدولار الرسمي ولا لا. ده مؤشرك عشان تعرف فعلا في حركة او في ازمة في الدولار في مصر ولا لا. بس ده كان كل حاجة النهاردة. لو عجبك الفيديو تشترك في القناة، تدعمنا بلايك وتشوف الفيديوهات اللي فاتت، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.